قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تاني يوم الصبح كانت جميلة وهنادي بيخبطوا على الباب. صحيت أسماء على الصوت ولقت إن هي نايمة على الأرض، وأول ما سمعت صوت هنادي وجميلة دخلت بسرعة أوضة محمد علشان تصحيه قبل ما يدخلوا ويكتشفوا الحقيقة كلها. محمد قوم، ماما وهنوم بره، اصحى يلا بسرعة. صحي محمد وأول ما شافها اتعصب منها. هو أنا مش قلتلك ما تدخليش أوضتي تاني؟ مش وقته، ماما وخالته بره، روح افتح لهم الباب وأنا هغير علشان ما يحسوش بحاجة. ماشي، بس تنجزي وما تتأخريش. أظن واضح كلام. طيب ماشي، بس يلا اخرج. محمد طلع ليه وسابها تغير هدومها، وأول ما فتح الباب دخلت هنادي وهي شايلة صينية وهما الاتنين بيزغرطوا. صباحية مباركة يا عريس. أمال أسماء فين؟ خرجت أسماء من أوضتها وهي بتضحك له، وأول ما شافتها جميلة حضنتها وهي فرحانة. صباحية مباركة يا عروسة. مبروك يا سوسو. أسماء في نفسها مبروك عليا، بس انتوا لو تعرفوا الحقيقة هتتصدموا معايا، مش هتباركولي. بتقولي حاجة يا أسماء؟ بقول ربنا يخليكوا ليا يا رب. صح، أنا قررت أنا وجميلة نسيب لكم البيت ده، وأنا وهي هنعيش في بيتها. ليه يا ماما؟ ما تعيشي في بيتي. أخصى عليك يا محمد، وبيتي مش بيتها ولا إيه؟ مش قصدي يا جوجو، بيتك هو بيتنا كلنا، ما تزعليش. حبيبي يا حماد. أسماء وهي بتبصله بصدمة من تعامله معاه. هو الواد ده بحالاته ولا إيه بالظبط؟ هو مش من شوية ما كانش طايق نفسه؟ إيه اللي حوله كده وإيه الطيبة دي؟ تعالي يلا يا روحي علشان تفطر، تلاقيكوا جعانين. لا أنا ماليش نفس. لا إزاي؟ لازم تاكلي علشان تتغذي. وقرب منها قوي بحضنها وهمس في ودنها. ما تتعوديش على كده، أنا بعملك المعاملة دي علشانهم هم، واسمعي الكلام بدل ما تزعلي. يلا بقى يا ولاد بسرعة. قعدوا كلهم علشان ياكلوا، وهنادي وجميلة فرحانين بيهم لأنهم ما يعرفوش الحقيقة. ألحق أنا بقى أقوم علشان الشغل. شغل إيه النهاردة ده النهاردة صباحيات في بيت عم أسماء. كان خالد قاعد وبيفكر في اللحظة اللي هيفرق ما بين أسماء ومحمد، ودخلت عليه مروة مراته. خالد، أنا عايزة أروح عند أهل. تروحي فين؟ مروة خافت منه لأنها عارفة إن هو لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه. عند أهل؟ ماما وحشت. خالد قرب منها وضربها قلم وقعها على الأرض، ونزل لمستواها ومسكها من شعرها جامد. عايزة تروحي عند أهلك علشان ما ترجعيش تاني وتحكي لهم على اللي بيحصل، صح؟ لا والله مش هقول حاجة، أنا بس. ما بسش، أنا قلتلك إيه من أول الجواز؟ انسي عيلتك دي، ما بقاش ليكي حد غير أنا. مروة بعدت عنه بسرعة وقالت وهي بتعيط وبتصرخ. إيه يا أخي، حرام عليك، هو أنا مش بنت عمتك؟ ليه بتعمل فيا كده؟ أنا زهقت من تحكماتك وضربك فيا، أنا تعبت من معاملتك معايا. كل ده ليه؟ أنا ذنبي إيه في كل ده؟ مروة، انتي بتاعت أنا وبس، وملك أنا وبس، وانتي هتمشي وتسيبيني، وأنا مش هسمحلك إنك تسيبيني غير وانتي رايحة على قبر. أنا مستحيل إن أخلي حد ياخدك مني. مروة خافت من نبرة صوته اللي واضح فيها هو قد إيه مجنون. خليني أروح أشوف ماما، وأنا والله العظيم هرجعلك ومش هسيبك أبدا. لا انتي بتضحكي عليا، هتمشي ومش هترجعي تاني. طب هقولك على حل، ايه رأيك تيجي معايا؟ يعني هنروح سوا وهنرجع سوا. خالد بتفكير. هاجي معاكي، تمام، بس مش هنتأخر. مروة فرحت من نجاح خطتها. هي عارفة ان خالد كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، وانه هيسمع كلامها لو كلمته بحنية. هي زهقت من معاملته، دايما بيضربها وبيتحكم فيها. هو مهووس بيها، مريض بكل حاجة تخصها، وكانت مستنية اللحظة المناسبة وهتهرب ومش هترجع إلا لما يتغير. عند محمد كان قاعد بيفطر معاه. يلا بقى أنا نازل الشغل. لا طبعا، قلتلك مش هتنزل في حتة. ماما، أنا دكتور وشغلتي إن أساعد الناس، يعني لو في مريض أنا لازم أكون موجود علشان أعالجه. يعني هو مفيش غيرك أنت؟ ما في دكاترة كتير في المستشفى. ماما أنا نازل شغل
ومش هضيع وقتي على حاجة فاضية. مشي وسابهم قاعدين متعصبين من معاملته دي. جميلة وهي بتحاول تلطف الجو: سيبيه يا هنادي يروح شغل عادي يعني، وهو كان هيقعد يعمل ايه؟ ماما عندها حق يا هنون، خلاص اللي انتوا شايفينه كلكوا اتفقتوا عليا دلوقتي، ده انتي الخير والبركة والله العظيم. يلا يا بكاش. عدى اسبوع على جواز محمد واسماء، واللي طبعا كان طول الوقت بيتجاهلها. كان بينام في الأوضة وهي بره في الصالة، وطبعا بيمثلوا قدام أهله. ويجي اليوم اللي علاقتهم هتتدمر فيه. كانت أسماء بتحضر العشاء علشان محمد ياكل، وأول ما رجع من الشغل نده على أسماء اللي كانت في المطبخ. طبعا طلعت أسماء بسرعة واتصدمت أول ما خرج، لقت في بنت مع محمد وهو حاضنها. سلمي على مايا يا أسماء. ومين مايا دي بقى؟ إن شاء الله أعرفكم أنا ببعض. دي تبقى مايا مراد، ودي بقى أسماء اللي حكيتلك عنها يا مايا. أوه، بس انت ما قلتليش إنها لوكال أوي للدرجة دي. أسماء بصدمة مش قادرة تخرجها منها. هو ايه اللي بيحصل ده يا محمد؟ زي ما سمعت دي تبقى مايا مراد وضرتك يا عسولة. لا انت كده بقى اتجننت. انا استحملتك كتير، لكن لحد هنا مش هقدر استحمل، وعلشان كده انا خدت قراري. طلقني يا محمد. انت متأكدة من اللي بتطلبيه؟ متأكدة. انا ما بقيتش قادرة استحمل اكتر من كده. استحملت كل الاهانات اللي وجهتها لي، لكن لحد هنا انا مش هستحمل توصل لدرجة انك تدخل بواحدة وتقولي انها مراتك. كرامتي ما تتحملش اكتر من كده، وكرامتي دي فوق اي حاجة. طلقني يا محمد. انا مش هطلقك يا اسماء. محمد طلقني وخليني اشوف حياتي، وشوف انت كمان حياتك. اسماء، طلاق مش هطلق. اسماء بعصبية وصوت عالي: انت ايه يا اخي؟ يعني اتجوزت عليا ومش راضي تطلقني؟ انت من امتى بقيت بالقسوة دي؟ وطي صوتك وتعيد لي في كلامك معايا علشان ما تخلينيش امد ايدي عليك واعمل حاجة عمري ما عملتها. انا اصلا مش هستغرب لو عملتها. انت عملت كل حاجة ذلتني وكسرتني بيها واتجوزت عليا، يبقى مش هستغرب لو مديت ايدك عليا. انا مستحيل اقعد معاك في البيت ده. انا هروح لمامتي. كانت لسه هتمشي بس محمد مسكها من ايديها جامد: ما تخرجيش بره يا اسماء، والا هتشوفي وشي التاني. اسماء بعدت ايده عنها وخرجت من الشقة وراحت لجميلة وهنادي، وخبطت على الباب وفتحت جميلة ليها. واول ما شافتها وهي بتعيط قلقت عليها: ايه اللي حصل يا اسماء؟ بتعيطي كده ليه يا حبيبتي؟ مش راضي يطلقني يا ماما. طلاق؟ طلاق ايه يا اسماء؟ جت هنادي اول ما شافت اسماء، حضنتها وهي خايفة عليها: في ايه يا اسماء؟ محمد عملك حاجة؟ لا ابدا، اتجوز عليا بس يا خالتي، اتجوز عليا وجابها لي لحد البيت، وبيقولي اننا لازم نعيش مع بعض. ليه ان شاء الله كل ده؟ هنادي اتصدمت من كلامها وخدتها وقعدتها وقالت بهدوء: انت متأكدة من اللي بتقوليه ده يا اسماء؟ انا مستحيل اصدق ان محمد توصل معاه للدرجة دي. دخل محمد في الوقت ده وهو ماسك ايد مايا وحضنها. هو انتوا مش هتباركولي ولا ايه يا جماعة؟ ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.